ويلي قالت أنا الفاقد أمي وبي، وانا الجاية اتعافى لخيي، والله خويا انا خايفة يزول في بموت الحسن هاليوم يحسن. ولا الحسن يقول قوم قوم ابو علي خفض طشت عنها لا تشوفه قوم، ولا هي تصيح خويا قل ليش هالطشت فيه اشوفك عن عيوني تخفيه، قالها ودمع العين يهميه، قلها دخيلك لا تفتشيه ترى كبد الحسن متقطع فيه. واذا بالحسين يبكي وقال لا يا ابو السجاد لا تبكي ولا تنوح، انا على معزه اعالج طلعه الروح، وانت تظل بكربلاء عريان مطروح، فوق الثرى وجسمك يا ويلي الثرى وجسمك يا ابويا بحر الغبا، اوصيك باولادي وحريمي هالارامل، يا حسين صير لهم عقب فرقاي كافي، تعذب عزاء الله تراني اليوم شايل، ودعتك الله يا قطيع الراس يا حسين، واكمل يا ويلي وصيته وغمض عيونه، ساعة ولنا بالعرق يرشح جبينه، رشح جبينه سكن أنينه، مد يديه ورجليه غمض عينيه، يستاهل ابو محمد هاي يستاهل، لا واحد يجلس الكل يوقف على قدميه يستاهل وقفها، وانقطع نفسه ومالت رقبته وفاضت روحه. قام الحسين بتجهيزه وتغسيله، وضعه على المغتسل، غسل حنط كفناه، وضعه على السرير، وحملت الجنازة إلى عند قبر رسول الله، وإذا بالقوم يرشقونها بالسهام. أمر الحسين بوضعها فاستل منها 70 سهما، سل العباس من سيفه شبرا، التفت إليه الحسين قال أخي أرجع السيف إلى غمده، لك يوم غير هذا ويل. التفت لأبو السجاد والدمعة يهلها، عباس خويا ثورتك ما هي محلها، ولولا الوصية الزوم لازم تسمع لها، لا تسل سيفك جاي يوم الغاضري. ألحده الحسين في ملحودة قبره، وجلس على القبر بلل تراب القبر بدموع عينه. يقولون لها أبو علي ما خلصت فاتحة أخوك، ما تقوم تروح إلى بيتكم 40 يوم وانت وياه على فراش المرض، ما تقوم
يقولون كل ما رادوا يشيلونه يقول خلوني خلوني على قبره، بعدني ما شبعت منه. ويلي وارى عضيده في التراب والقلب مكسور، ومن المصيبة حال قبر المجتبى يدور، واولاد هاشم فرتوا لا لها شعور، كل من الوجده يصفج اليمنى باليسار. ويلي قل يا خويا مو حش بيوتك علي، والدهر بعدك يا عضيدي خان بيه، انا ما اقدر على طبة المنزل العشية وانظر ايتامك بالكسيرة يا حمى الجار. ويلي شاقول لو قالوا يا عمي وين ابونا، وشاقول لو زينب تلقتني حزينة، تلطم على الهامة تصيح الحسن، وتضيق علي الواسعة وتزيد الأفكار.